معسكر النادي الاهلي في النمسا اللي جاي بعد موسم الخمس بطولات، فعشان كده هيكون الموسم الاصعب للنادي الاهلي. يلا بينا نبدا. ميزه المعسكر بالنسبه لي، لان انا متابعه برضه يمكن على فترات، هو وجود المدرب الجديد السويسري كارلوس. مش مجرد مدرب مساعد ثالث زاد على سامي قمصان المدرب الاجنبي الثاني. يعني انت ما تبصش للوضعيه كده كصوره سطحيه. النادي الاهلي ماشي بيحاول لو حتى هيكون مدرب مساعد زياده ومدرب مصري، فعشان يطلع كوادر محترمه من داخل النادي الاهلي، زي ما طلع من قبل كده حسام البدري لمانو جوزيه. وسر بينه وبينك كده، حسام البدري بالنسبه لي انا مش مقتنع بيه، لكن سامي قمصان لان بينه وبينه كده ايه، الراجل ده اختارني وانا كنت في ناشئين الاهلي، فبالنسبه لي ايه، في موده بينه وبينه كده حتى لو ما يعرفنيش اصلا. فكارلوس اختار موفق جدا لمارسيل كولر، مش مجرد انهم صحاب وان كارلوس كان مدرب عام او مدرب مساعد تحت قياده مارسيل كولر لاكتر من 10 سنين. لا، كارلوس لو انت بصيت على كاريره كويس، المدرب كان اكتر تدريباته للفرق الشباب، ده اكيد بيدي